السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ الاخبار ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن حال. معاكم اليوتيوبر بيدو حسن او عبد الكريم حسن. في الفيديو ده بقى جايب لك برنامج من احدى افضل البرامج اللي هتزود بيها تفاعلاتك على حسابك الرسمي على انستجرام. مش بس تفاعلاتك فولورز، لا تفاعلاتك فولورز ولايكات كمان. برنامج النهارده مجاني، مش محتاج منك بس غير انك انت تشوف الفيديو من اول ما بيبدا دلوقتي لحد ما بينتهي، وما تقدمش دقيقه من الفيديو علشان تستوعب الموضوع، علشان الموضوع كله مرتبط ببعض. طريقه النهارده مجانيه، برنامج جديد محدش شرحه على اليوتيوب على ما اعتقد 2 3 بس كده، ومش مصريين كمان. فلو كنت مصري او عربي شرفني طبعا انت تتفرج على الفيديو، ولكن شوفه من اول دقيقه لاخر دقيقه، وانا اضمن لك بنسبه 100% ان انت هتطلع مستفيد من الفيديو ده. حاجه برضو عايز اكد عليها، موضوع التليجرام. ليه يا بيدو عامل قناه تليجرام وايه فايدتها لينا؟ قناه التليجرام ديت انا لا بكسب منها ولا محتاجها اصلا، علشان انا بتكلم معاك في فكره السلكان، انت فاهم؟ احط لك رابط مباشر، تضغط على الرابط المباشر يجيب لك البرنامج او الموقع اللي بشرحه. مش بقى اوديك على رابط مختصر، ومن رابط المختصر اوديك عشان تشترك في قناتي، ومن اشتراك في قناتي عشان قناه التليجرام تبقى عدد كبير، وكله على حساب وقتك. انا مش محتاج ده. كل اللي انا محتاجه منك انك انت تشوف الفيديو، وانا هستفيد من ان انت تشوف الفيديو. يا راجل الواحد يزيده شرف يعني. ولو كنت عايز تشتري متابعين، ركز مع الاعلان اللي جاي ده، هيفيدك جدا. المقطع ده هيظهر لك كتير في الفيديوهات اللي جايه، فمحتاجك تركز معايا. لو كنت عايز تشتري تفاعل متابعين، لايكات، انستجرام، فيسبوك، تويتر، ايا يكن وايا تكن الخدمه والمنصه، تقدر ان انت تزودها بمبلغ بسيط جدا من خلال الرقم ده. كل ما هو عليك انك تتواصل من خلال الرقم ده على الواتساب. ولسهوله التواصل هسيب لك اللينك ده في اول كومنت مثبت، تضغط على الرابط هيوديك مباشر على الشات او على المحادثه، تتواصل مع خدمه العملاء وتعرف العروض والاسعار المتاحه للمنصه والخدمه والعدد اللي انت محتاجه. وموجود اوفر كويس جدا جدا على الكميات، لو هتطلب كميه فوق ال 15 او ال 20 الف متابع لاي منصه. تواصل في فيك بقى، اجنبي، حقيقي، اعلانات مموله، عرب، مصريين، من اي منصه برضو، خش تواصل وعيش يا باشا. مش هقول حاجه، هو الرابط بتاع الواتساب هتلاقيه في اول تعليق مثبت. خش يا باشا على خدمه العملاء، انا محتاج 3000 متابع او 10000 متابع، هيظبطوا لك الاسعار طالما انت من طرف فيديو حسن. برنامج النهارده بقى نسخه جامده جدا، حاجه معدله، وفي نفس الوقت برضو ما بتحذرلكش الحساب اللي انت بتسجل بيه. اولا هندخل على التطبيق اللي انا اتكلمت معاك فيه النهارده، هتلاقي الرابط بتاعه في اول كومنت مثبت، وباذن الله تعالى هتلاقيه مباشر. تمام. هدخل كده على الابلكيشن. هو قدامي اسمه جولد فولور. طبعا ناس كتير جدا شرحته في اليوتيوب بس عربي، يعني انا ما حدش اجنبي شرحه، فهتلاقي حسابات عربيه واجنبيه وحسابات كمان بتتابعك. بس انا هفهمك كل حاجه بتدور في البرنامج ده. اولا هنا بيقولك تسجيل الدخول الى حساب انستجرام. ما تسجلش بحسابك الاساسي، ما تسجلش بالحساب اللي انت عايز تزود له، سجل بحساب غير اساسي. انا بعيد وبكرر من تاني علشان تبقى فاهم الوضع ماشي ازاي. طب يا بيدو ليه ما سجلش؟ طب ما الموضوع امن ولا مش امن؟ الموضوع امن، بس انت هنا بتدي للموقع قابليه انه يبقى معاه باسورد الحساب الاساسي بتاعك، وانه يتابع ناس برضو غريبه من الحساب الاساسي بتاعك. فهنا بنحط رابط او اكونت وهمي، اللي هو اليوزر والباسورد، يكون اكونت احنا مش بنستخدمه، هنجمع بس بيه عدد نقاط وبشكل تلقائي، مش هتخش تتابع ناس. وكمان هتاخد عدد المتابعين على الحساب اللي انت عايز تزوده باسم المستخدم من غير ما تحط كلمه سر. مفهوم الكلام؟ مفهوم الكلام. خلينا نخش على التليجرام كده. لان قناه التليجرام عندي انا حاطط عليها حسابات، هاخد حساب منهم. لو كنت عايز الحساب اللي انا هسجل بيه ده، ما عنديش ادنى مشكله. تمام. انا عندي الاكونت ده هسجل بيه، وعلى فكره عليه عدد نقاط لو عايزه، يعني انا تقريبا في 200 نقطه دلوقتي، ممكن نستخدمهم ممكن لا، فانت وحظك بقى يا معلم. تمام. هنخش كده على الموقع او البرنامج اللي انا جايبه لك، وهنا هتضغط على تسجيل الدخول الى حسابك على الانستجرام. بيقول لك من فضلك انتظر بضع ثواني. تمام. بيقول لك هنا بقى حط اليوزر نيم، اهو اليوزر نيم يا عم الحاج، لصق. وهنحط هنا الباسورد الخاص بايه؟ بالاكونت الوهمي. طيب هنرجع كده، هناخد الباسورد، وهو الباسورد اهو نسخ، وهخش كده على كلمه الباسورد، علامه الباسورد، هعمل لصق واضغط على لوج ان. تمام. بيقول لك هنا بقى ايه؟ احفظ. قول له احفظ من فضلك انتظر بضع ثواني. تمام. زي ما انت شايف قدامك كده. تمام. من فضلك انتظر بضع ثواني. على فكره انا سايب لك اكونت وهمي فوق، عشان لو الاكونت اللي هو اللي انا مسجل بيه دوت انا خفيه او حاجه، سايب لك اكونت تاني فوق لو عايز تسجل بيه عادي. تمام. زي ما انت شايف قدامك كده بيخش معاك. طبعا هنا بيغير لك شكل الاكونت لو الاكونت بتاعك مش حاطط صوره او اليوزر نيم بتاعه مش مرتب، علشان لما انت تيجي تتابع حد، اللي بيتابعك ده يبقى اليوزر بتاعه مرتب وصورته تكون حلوه كده وباين انه شخص حقيقي. تمام. طيب اولا كده طريقه تجميع النقاط، او طريقتك في تجميع النقاط ازاي. هتيجي هنا تضغط على الحصول على العملات وتدوس عليها بالشكل ده. حلو الكلام. حلو الكلام. طيب هنا بيقول لك بقى ان انت مانع الحظر بتاعك في كل ثانيه. طبعا انا اللي عاملها دي. تمام. ده علشان يمنع بتاتا الحظر، فاهمني؟ مش يقلل نسبه الحظر، لا يمنعها. هتيجي تضغط على الترس ده،
تقدر هنا تجمع من خلال المانع الحظر، بتزود هنا اللي هي الثواني. من خلال الثواني دي شباب بقى كل كام ثانية بتتابع شخص. انا دوست على كلمة متابعة وتابع بشكل تلقائي او بشكل يدوي، بننتظر 11 ثانية علشان يجيب لك حد تاني تتابعه. ده بيقلل نسبة الحظر وبيمنعها، علشان النسخة دي اصلا ما فيهاش نسبة حظر، فبيمنعها بتاتا خاص بالمانع الحظر ده. فانا يعني بصراحة اؤيد جدا فكرة منع الحظر، بس تخليها على 3 ثواني او 5 ثواني، ما تزودش عن كده. وعرض الصورة دي ممكن تعملها مفيش مشاكل، بس يعني ما رجحهالكش قوي، مش هتفيدك. تمام. طيب هنيجي هنا من غير مانع الحظر عشان برضو اوريك كل حاجه. بتضغط الحصول على العملات، بيديك على كل حد بتتابعه. طبعا ما بتخشش تتابع، هو البرنامج بيدي اكسبت للحساب انه يتابع على طول. معانا 192 نقطه اهو في العدد، وكمان هو بيتابع ابتداء من 200 او 210 مش متذكر، خليني اشوف معاك في الفيديو. تمام. وهو الحصول على العملات 192 نقطه. ده الشغل اليدوي. ممكن بقى ان انت تشغل الشغل التلقائي اهو، تلقائيا بتدوس عليها كده، وما رجعها لكش قوي لان الموضوع برضو ما بيكونش اوكي. ماشي، يعني ممكن برضو ايه تعمل منع الحظر وتعمله تلقائي، انما تلقائي بدون منع الحظر يعني ما رجحوش. تمام كده. تمام. طيب هنا 194 بقينا 195، وطبعا هننتظر على ال 200. وبرضه هعرفك على التطبيق ده نظامه ماشي ازاي، لانه تطبيق مجاني في الاول وفي الاخر، وحتى لو بيتاخر في ارسال المتابعين او بيبعتها بشكل سريع، فبرضه الثبات في الاكونت اللي انت هتزوده فبيكون عالي جدا. تمام. هنا 196 برضه بتنتظر كده، 197 198 اهو، خلاص اهو 198 لحد ما يجي معاك على ال 200 نقطه. كده هو بيتابع ناس، حتى لما تلاقي الفولوينج عندك انت متابع 28 شخص. بص كده على ايدك اليمين، الاكونت بتاعك اللي هو اكرام ده متابع 28 شخص، وهو هيتابع حالا بقى 29. فاهمني؟ فزي ما انت شايف قدامك كده عدد النقاط 200 نقطه، ده اخر 200 اخر نقطه اهي، بدأ ان هو يتابع لك 200 نقطة. هوقف بقى شوية كده وخلينا نتكلم عن مزايا التطبيق. اول حاجة هنا مرافق خاصة او مرافق الهدية. بيقولك هنا بقى تقدر تدعو اصدقائك، ده الكود بتاعي، عايز تحطه وتكسب نقاط مفيش مشكلة، ومش عايز براحتك برضه. تمام. وكمان عندك هنا برضه تقدر ان انت تحول النقاط دي لشخص تاني، عدد النقاط تكتبها او عدد الالماس وتحوله لشخص تاني. تمام. وعندك برضه هنا تقدر ان انت تكلم الدعم الفني الخاص بالتطبيق. وبقى هنا هدايا بقى، احصل على الهدية، بتخش بقى بتعمل هدايا والكلام ده. هنا عملات، بيقولك هنا عملات ومقابل عدد المتابعين زي ما انت شايف كده. تمام. فانا شايف بصراحة ان طريقتك في تجميع النقاط ان هي الخاصة بدعوة الاصدقاء، تدعو صديق ليك وبتاخد عدد نقط. بيقولك هنا لو ثبته هتاخد 25 نقطة انت وهو، يعني انا هاخد 25 نقطة وانت تاخد 25 نقطة. تمام. لو حطيت الرقم ده هنا، الرقم 5 9 6 3 4 7 01272، ده الرقم اللي تقدر تاخد من خلاله عدد من النقط. تمام. كل 24 ساعة عادي. طيب خليني اشرح لك ازاي بقى بعد ما جمعت عدد النقط تجيب بيهم متابعين او لايكات. اوكي. هتيجي هنا تضغط على كلمة ترتيب، وهنا لو كنت عايز تعمل طلب للمتابعين اهو تضغط على قم بترتيب المتابعين، وتحط هنا اسم المستخدم المراد الزيادة اليه، ولازم اسم المستخدم يكون على العامة. حلو كده، لازم يكون عام ما يكونش خاص. تمام. هاجي اكتب اسمي بيدو اندرسكول حسن 0. ولو سمحت لو كنت محتاج اي حاجه كلمني على الانستجرام، لو انا بوسعي ان انا اعملها هعملها. تمام. هضغط على طلب المتابعين، وهنا بيقول لك انت عايز المتابعين 100 متابع، هنخصم منك 200 نقطه. هقول له تمام، انا كده كده معايا 200 نقطه يعني. ماشي. هنا هو بيقول لي تم. طبعا هنا انا ما عملتش على الاكونت بتاعي، عشان تبقى فاهم انت تحط اليوزر نيم هنا وتضغط على علامه البحث اهي، بحث دي. ماشي. وتختار الاكونت، احنا كده اخترنا الاكونت اللي هنزود له. تمام. ما تعملش بقى ان انت ايه طلب متابعين، لا لازم الاكونت يظهر بصور وكده. ماشي. واضغط بقى على طلب المتابعين وترتيب المتابعين. ماشي. بس انت بتضغط على ترتيب وتحط اسم المستخدم هنا وتبحث من خلال العلامه دي عشان تجيب الاكونت اللي هتزود له، ما تزودش على اكونتك الوهمي. فاهمني؟ الاكونت الوهمي 18 متابع اهو. لو جينا هنا وجينا ضغطنا على متابعه الترتيب هنلاقي ان هو بعت لك 19. فاهمني؟ فهنخش كده على انستجرام ونسجل بالاكونت الوهمي ونشوف الوضع، عشان انا والله فعلا ما كانش قصدي. علشان تتاكد من عدد المتابعين وان الفيديو ده مش اي كلام، هتخش كده على قسم المتابعين وحدث الصفحه بالشكل ده، هتلاقي ان العدد وصل لك اهو، وبيوصل لك من دقيقه من دقيقتين. زي ما انت شايف، حدث مره تانية. تطبيق النهارده حاجه رايقه. ولو دخلت على الاكونتات، الاكونتات حقيقيه وعرب اهو،
عربي وعامل لك متابعه، وجيت برضو ضغطت على الاكونت التاني ده، اكونت حاطط صوره زي ما انت شايف، وعندك الاكونت اللي بعده حاطط بايو ومش عربي ولكن اكونت حقيقي، لو جيت عملت تحديث بالشكل ده هتلاقي الاكونتات بقى اللي جايه بقى ايه، اجانب، على شويه روس، على شويه بقى اللي هم الايرانيين. فالاكونت بيجمع معاك عدد متابعين، وده خاص بالاكونت الوهمي، لان انا بعت متابعين بالغلط، والحمد لله ان انا بعت متابعين بالغلط على الاكونت الوهمي علشان انت ما تعملش نفس المشكله وتتعلم من خطأي انا. تمام؟ فدي حاجه كويسه جدا، وانصحك بصراحه ان انت تستخدم التطبيق. على فكره مش بيبعتهم على طول عشان بس تبقى واعي. هيخش كده متابعه الترتيب، بعت لك 27 متابع من المية. انت فاهمني؟ اهو قدامك اهو، يعني مش بجيب حاجه من عندي. هترجع تاني وتحدث الصفحه، هتلاقي واحده واحده بيبعت لك العدد. فاهمني؟ طب يا بيدو ليه بيتاخر؟ ليه مش زي توب فولو؟ اولا ده مصلحه ليك انه يبعت لك العدد واحده واحده، ده علشان نسبه النقص بتاعتك ما تزيدش، وفي نفس الوقت برضو لو جيت حدثت واحده واحده كده بتلاقي ان العدد زاد معاك. تمام؟ لان زي ما هم بيتابعوك فانت بتتابعهم، فانت بني ادم بتعمل متابعه زي برضو هو بني ادم بيعمل لك متابعه. بس مش عايز اطول عليك، انا المهم ان العدد بس بدا يوصل قدامك. فاهمني؟ ده بس يكفي ان انا اقفل الفيديو وانا مطمن العدد قدامك اهو. وعلى فكره بيزيد يعني في تزايد معاك، مش هيقل معاك في تزايد. وان شاء الله الطريقه بتاعت النهارده تكون نجحت معاك او عجبتك بمعنى اصح. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.